هاي حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده جايبه لكم منتجات بيز لاين هنطلع نتكلم عنها وهوريكم كل الحاجات اللي عندي وتجربتي معاها عامله ازاي. بس قبل ما نروح على الفيديو ما ننساش اللايك يا جماعه، اللايك بيفرق جدا جدا وبجد بيفرحني اكتر حاجه، يعني اكتر من اي حاجه في الدنيا. فما تستخسروش اللايك في الفيديو بجد لو عجبكم، وكمان سيبولي كومنت تحت ايجابي. ويلا بينا على الفيديو. انا كنت جبت اول حاجه اللي هي الميه دي، المزيل الميك اب، وطلعتها لكم في فيديو مفضلاتي لو تفتكروا. كانت عجباني جدا جدا جدا، وحبيت برضو ان انا اكلمكم عنها النهارده للي ما شافش الفيديو بتاع المفضلات، وعن المنتجات عامه بتاع بيز لاين وقد ايه هي بجد تستاهل كل مليم انتوا بتحطوه فيها. بجد هي غاليه شويه بس تستاهل بجد. انا مش من مشجعي قوي يعني الحاجات الغاليه اللي هي بتبقى اوفر، بس ما بلاقي منها نتيجه حلوه بجد بشجع اي حد حواليا، صحابي قرايبي، ان هم فعلا يجيبوها وهم مطمنين. اول حاجه هنتكلم عنها وهو مزيل الميك اب. ده انا كنت اتكلمت عنه بس هشرحه لكم سريعا كده. هو مزيل الميك اب للعينين والشفايف، بس عادي بتشيلي بيه برده الميك اب بتاع وشك كله، يعني هو مش بس يعني متوقف عند العين والشفايف. هو زي ما انتم شايفين كده زيتي شويه من فوق، الكميه الزرقاء دي زيت، واللي تحت تونر او ميه مزيل ميك اب. لازم ترجيه كويس جدا جدا قبل ما تستخدميه. وقلت لكم ان انا اول ما جبته ما عملتش كده لاني ما قريتش اللي مكتوب عليه، فهو بيبقى بالشكل ده كده. الزيت بيندمج مع الميه وبيبقى لونه لون البحر كده. بصوا شكله جميل قوي. بس كده بتبلي قطنه وبتعملي على وشك، بتشيلي بيه الميك اب العين، ميك اب الوش، اي حاجه في وشك فعلا بيشيلها في ثانيه. بالعسل الملكي لتقويه الرموش، مفتح كمان للبشره لاشراقه مثاليه. يعني مش بس بيزيل الميك اب، لا هو كمان بيفتح البشره. دي حاجه حلوه جدا جدا في منتجات بيز لاين. بقى عايزه اقول لكم عليها ان هي بس ما بتبقاش يعني مثلا جايه لحاجه واحده زي ده مزيل الميك اب مثلا، لا هي بتبقى مثلا مزيل ميك اب ومفتح للبشره. وهوريكم برده في المنتج اللي بعده ده انا اقصد ايه. بس كده. ومكتوب يزيل المكياج المضاد للماء، يعني ايا كان الميك اب اللي انت حطاه ووتر بروف هيشيله هوا. فده حلو جدا جدا، انصحكم ان انتوا تجيبوه. وبيقعد على فكره فتره، مش عشان صغنن، هو مش عارفه كام ملي، استنى اشوف لكم، 150 ملي، بس هيقعد معاكم ان شاء الله فتره حلوه، لان انت بتاخدي حاجه بسيطه جدا على القطنه بتاعه الميك اب وبتشيلي بيها، مش بتحتاجي اكتر من كده. تاني حاجه معانا وهي المزيل بتاع العرق. وعايزه اقول لكم نقطه برضو، ان هو مزيل لرائحه العرق. ناخد بالنا جدا جدا من النقطه دي، ان في فرق ما بين مزيل العرق وفي فرق ما بين مزيل رائحه العرق. ديت الاصح وده الصحي وده هو اللي المفروض نجيبه. ما نجيبش اللي هو بيسد مسام الاندر ارم تحت الابط، يعني لدرجه ان انتي مفيش ولا نقطه عرق تخرج كده، غلط جدا جدا. لا، احنا نجيب حاجه تمنع رائحه العرق اللي هي الكريهه اصلا. بس كده، انت مش محتاجه اكتر من كده. تاني حاجه بقى، وهي حاجه حلوه جدا جدا اللي بقول لكم عليها، ان هو بيفتح البشره كمان. يعني هو بيزيل رائحه العرق، وهو ده اللي احنا عايزينه اصلا، اللي هو الصح. تاني حاجه بيفتح البشره، يعني بيفتح الاندر ارم. فدي حاجه حلوه جدا جدا وامان، وهتعجب بنات كتيره جدا بتشتكي من موضوع الغمقان لتحت الابط. فدي حاجه جامده جدا. وطبعا يعني ادفعوا فلوس وانتم مطمنين بجد. مكتوب عليه سبورت بلس، اللي هو اللاين دوت او النوع دوت اسمه كده، تمام كده، لبشره افتح تحت الذراعين، بصمغ النحل وحجر الشبه. الشبه معروفه جدا جدا ان هي بتفتح، وفعلا كنت طلعت في فيديو لوحده كلمتكم عن الشبه، وان هي بتستخدميها لازاله ريحه العرق وما بتسدش المسام. فدي حاجه بصوا تحفه. اهو طلع بالشبه اللي انا قلت لكم عليها. هسيب لكم برده اللينك بتاع الفيديو ده. خالي من الكحول طبعا، دي حاجه تحفه. البارابين والالومنيوم كلورايد، يدهن على البشره نظيفه وجافه، يترك ليجف قبل ارتداء الثياب. للبشره الحساسه، يحفظ في مكان معتدل الحراره للاستعمال الخارجي.
بس كده. ده كل حاجه هو 50 مللي. طبعا بيقعد فتره برده، مش بيخلص بسرعه يعني. فبصوا الحاجات اللي قريتها دي يعني انتوا تروحوا تجيبوه انتوا مغمضين. تمام. في منه برده كذا لون. في الغطا لونه ذهبي، الغطا لونه بينك تقريبا. كل واحد بيفرق في حاجه، بس كلهم بيفتحوا كلهم. في واحد كنت سامع عنه ان هو بيأخر نمو الشعر تحت الإبط، دي حاجه برده جامده جدا. بس تقريبا اللي هو لونه بينك يا ذهبي. فتخيلوا هتبقوا ضربتوا كام عصفور بحجر يعني. هو سعره ممكن يبقى في حدود 190 200 حاجه كده، بس بجد يستاهل. فانا ارشح لكم بجد انتوا تجربوا اللاين دوت او البراند دي. ممتازه يا بنات، ممتازه بجد. ندخل على اللي بعده على طول، وده اكتر حاجه اصلا يعني بعد الديودرنت او المزيل العرق عجبتني. الشيء ده اختراع والله. ده يا بنات عباره عن هو ملمسه كريمي. هوريهولكوا عامل ازاي. سوري على الايلاينر ده، كنت بصور فيديو. بصوا عامل ازاي. هو كريمي زي ما انتم شايفين كده، كريم عادي جدا بيفتح البشره، وكمان في نفس الوقت صن بلوك ان انت تنزلي بيه في النهار او اخر النهار. لو في مصيف مثلا برضو لازم على فكره ننزل بصن بلوك عشان الشمس برضو. بصوا هو كريمي بس البشره بتمتصه، وبرضو ما تحطيش كتير. انا ممكن اكون حطيت كتير شويه. بيتوزع حلو جدا جدا على البشره، ما بيلطش ما بيعملش اي حاجه. بس ابقي مرطبه وشك قبليه برضو احتياطي، عشان في بنات بيقولوا ان الكريمات دي بتعلق في وشهم وبتبان. بصوا جامد جدا. بصوا فتح ايدي ازاي، مش عارفه باين لكم ولا لا، بس هو فعلا مفتح الايد. عجبني ان انت ممكن تحطيه ما تحطيش ميك اب اصلا، يعني تحطيه وتخرجي بيه حاطه صن بلوك وحاطه مفتح للبشره، حاجه بتدي بشرتك جلو كده وبتخليها شكلها حلو جدا جدا. فانا بقيت اميل قوي للحاجات ديت الفتره دي، ان انا ما احطش ميك اب واحط حاجات تدي وشي ريفرش كده بس ونضاره، وتدي جلو كده ان انت تبقى وشك كده جميل كده ونازله بيه. مكتوب عليه all skin types، يعني لجميع انواع البشره. هقرا لكم بسرعه برده. هنا كريم حاجب للشمس ومفتح للبشره زي ما انا بقول لكم، عامل حمايه من الشمس 50 SPF. يمد الكريم يمد الكريم بكثره وبالتساوي على الاماكن المعرضه لاشعه الشمس وذلك قبل التعرض للشمس ب15 دقيقه، وبتعيدي استعماله لو حبيتي. بس كده. مكتوب التعرق او خلال تعرض اشعه الشمس فترات طويله. هو اللي انا بقوله لكم يعني. ده الملخص. 60 مللي هو حلو جدا جدا للبنات اللي بتحب ان هي ما تحطش ميك اب كتير، وفي نفس الوقت تضرب عصفورين بحجر، اللي هو صن بلوك وكريم مفتح وحاجه هتعالج وهتفتح الوش برضو. ان هو علاج، مش بس ان هو بيفتح وقتي، لا ده مع الاستمرار برضو هيفتح بشرتك. وهو برضو بالغذاء الملكي اللي هو برضو زي ده كده. نفس برضو بصوا حتى الرسمه على كل المنتجات، لان هو الغذاء الملكي لعسل النحل ده، ولا مش عارفه اسمه ايه بالظبط، داخل في كل منتجاتهم. فحاجات طبيعيه وما تقلقوش منها، وبتبقى ما فيهاش اي حاجه مضره، بالعكس حاجات بتفيد البشره جدا جدا. فانا ارشح لكم بجد الموضوع دوت، البراند دي جربوها. وبس كده يا حبايبي. مش فاكره ده سعره كان كام بالظبط، بس برضو في حدود 190 200 في الرينج ده برضو. بس كده اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. بس ما ننساش نعمل لايك اهم حاجه عشان اعرف ان الفيديو عجبكم. وبس كده اشوفكم على الف خير. باي باي.